أهلا بيكم. في البداية أنا حابب أقول لكم إنه قراءة التارو هي قدرة تحليلية كده أشبه بعلم الفراسة يعني. فإذا طلع كلامي صح وأصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصية خارقة ولا قدرتي على معرفة الغيب ولا نورانية أو أي حاجة من الكلام ده. أوكي؟ Thank you so much. برج السرطان. هلو. القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو إحساسه ناحيتكوا إيه وشايفكوا إزاي. إيه نوعية الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. هي هتكون قراءة عامة، مش بالضرورة إن هي تنطبق على الناس كلها. بس إذا حابين قراءة خاصة فالإيميل بتاعي في description box. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل أو لسه هتحصل. خلينا نشوف ترى هيقول لنا إيه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Cancer regarding the situation with the person on the minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Cancer during this period of time and onward, please. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Last shuffle. Please tell me about the energy of the person on Cancer's minds. Tell me about this person's vaccines, thoughts, feelings, actions, also intentions towards Cancer during this period of time and onward, please. هو زي ما يكون عامل عاملة ومش عارف يرجع منها ازاي. فاهمين قصدي؟ اللي هو في حاجة حصلت ما بينكم ممكن تكون أفقدتكم الثقة في بعض، أو أفقدتكم الثقة في، أو العكس. وبس أنا تهيألي إن دي ممكن يكون هو حاسس إن هو نفسه في حاجة هو عملها في وقت من الأوقات ممكن تكون أفقدتكم الثقة في الشخص ده. ولسبب ما هو زي ما يكون عمال يلف ويدور، عايز يتراجع عن الموقف ده او عايز يغير الموقف بشكل ايجابي، بس غالبا هو مش عارف يعمل ده. ف ف عايز اقول انه ممكن يكون ال fear of losing control او الخوف من ان هو يفقد السيطرة هو اللي ممكن يكون زنقه الزنقة دي الشخص ده، على الاقل بالنسبة لمجموعة كبيرة منكم. لانه من الواضح ان ده حد is a player في العلاقة، يعني حد عنده كده flirting energy شوية، لعبي شوية. ف او جايز طبيعه العلاقه ما بينكم هي نفسها كان فيها الهيد جيمز دي، كان فيها الكوره اللي رايحه جايه كده. اللي هو زي ما تكونوا لسه بتستكشفوا بعض، على الاقل بالنسبه للسingles ممكن يبقى الوضع كان كده. بتكتشفوا اخطاء بعض. في اخطاء ممكن تكون حصلت صدرت من الشخص ده في الماضي، مفيش شك هو نفسه حاسس بيها، بس عشان يتراجع عن المواقف اللي ممكن تكون حصلت ما بينكم الفترة اللي فاتت، الشخص ده عشان يتراجع عن المواقف دي عنده احساس ان هو he will lose control، هيفقد السيطرة على العلاقة، او هيفقد الايمج بتاعته. الموضوع ممكن يكون متعلق بالكرامة والايمج واللي هي كلها ممكن تكون بتبقى يعني دراع من اذرع الكنترول في الريليشن شيب نفسه. ف فهو زي ما يكون ما عندوش رؤية، ما عندوش انسايت عن الفترة اللي جاية ايه اللي ممكن يتعمل. اوكي. آم، انما هو شايف ان لسه في فرصة ما بينكم. يعني ده حد حاسس انه ممكن تكون الباشن او الرغبة اللي عندكم انتوا الاتنين تجاه بعض هي الحاجة الوحيدة، الوسيلة الوحيدة اللي ممكن ترجعكم، على سبيل المثال. انما يعني ده طبعا بالنسبه للبعض، انما بالنسبه للبعض الاخر الشخص ده نفسه ممكن يكون شايف ان هو كمان عنده فرص تانية. آه
وزي ما يكون مش عايز يسيب نفسه في الموضوع ده اكتر من كده، بالرغم من ان هو المشكله الاساسيه اللي هو فيها دلوقتي كانرجي كشخص ما بينه وما بين نفسه، مشكلته الاساسيه ان هو مش عايز ينهي علاقه معاكم. وفي نفس الوقت مشكله بالنسبه له اصلا ان هو ينساكوا، فاهمين قصدي؟ او يخرج من دماغه وما يفكرش فيكم. وطبعا الاتنين بيكملوا بعض، يعني هو مش عايز ينهي علاقه، وكمان اذا كنتم مبتعدين عن الشخص ده فهو زي ما يكون التحدي بالنسبه له ان هو يقدر يخرجكم من دماغه. بس زي ما قلت لكم، هو في الماضي الشخص ده تمسك ببعض المواقف، ببعض القناعات، اللي هي ممكن بنعبر عنها احيانا بشكل تشالنجينج شويه، بشكل فيه شيء من التحدي والعند. فهو دلوقتي شايف انه الامور بينكم وصلت لمرحله انه خلاص انا عادي ان انا اسيب العلاقه دي، ما فيش حد هيقول لي سبتها ليه، لانها وصلت للمرحله دي دلوقتي. بس انا مش عايز اسيب، هو مش عايز يسيب. هو عنده امل انه التصعيد اللي بينكو اللي كان موجود الفتره اللي فاتت دي يبتدي يقل شويه. بس هو بقى ما عندوش فكره يعمل ده ازاي. هو هيز هوبينج ان التصعيد ده يقل، بس هو ما عندوش فكره يقدر يعمل ده ازاي. الاوقات اللي بيبقى حاسس فيها بالايجو والكرامه والكبرياء ممكن يكون بيفكر في الفرص المتاحه حواليه، ما بينه وما بين ناس تانيين، على سبيل المثال اطراف تانية معجبين مش عارف ايه، فليرت، يعني فليرتنج انرجي كده. بس ده ما بيبقاش على طول، لانه في اوقات تانية كتير بيفكر ان هو لسه بيفكر فيكم. ف عشان يوجد حلول معناها من وجهة نظره ان هو هيفقد جزء كبير من السيطرة على العلاقة، او مجريات الامور ما بينكم، خاصة اذا كان هو من النوع اللي بيحب يلعب هيت جيمز، فالتنازل بالنسبة له آه، ممكن يبقى شيء هو ما يتقبلوش بسهولة، وممكن في الحالة دي يعتبر ان التنازل بيعتبر اهانة لو هو من النوع التاتشي قوي يعني. آه، ولو انه طبعا الطبيعي ان الانسان لما بيغلط ان هو يحاول يصحح غلطه، على الاقل. انما مش ما يصرش على حاجة. هو نفسه هو نفسه عارف ان هي ما كانتش مثلا على سبيل المثال السبب من ناحيتكم انتوا بس، لا، هو عارف ان هو كان له دور. ف ف ده اللي انا شايفه في الانرجي بتاعته. عايز اشوف هو مشاعره ناحيتكم ايه. What's this person's feelings for cancer, please? بالظبط. ده حد عايز يرجع لكم، عايز العلاقة بينكم تستمر. ممكن كنتوا واخدين سبيس من بعض الفترة اللي فاتت، ما بتشوفوش بعض كفاية، كل واحد واخد جنب، بس ده حد حابب ان العلاقة بينكم تستمر. آم، وبالنسبة للسingles، ده حد ممكن يكون actually كانت نيته في بداية العلاقة مثلا او في وقت من الاوقات ان هو يقدم لكم رسمي، او ان هو يكون في بينكم زواج، اوكي. بس جايز الامور ما تكونش مشيت بالشكل المفروض ان هي تمشي بيه، خاصة الامور المالية. فممكن يكون حصل فراق. بس حتى اذا كان ده هو اللي حصل، فاعتقد ان انا حاسه ان هو زي ما يكون بيحاول عايز يرضيكوا، عايز يمسك العصايه من النص، عايز عنده استعداد ان هو يعني يحاول يوجد التوازن في الحته دي. بس ان جنرال ده حد مشاعره فيها تسامح، فيها رغبه للتسامح، فيها رغبه ان انتوا تشوفوا بعض، تقابلوا، بالنسبه لبعض تتجوزوا، يكون في بينكم حاجه رسمي.
تصححوا مسار العلاقة إذا كنتوا كابلز اوريدي بس بعدتوا عن بعض شوية، تحلوا خلافاتكم بشكل كل واحد ينسى ويغفر للتاني، فهو نفسه في ده. بالظبط، هو نفسه زي ما قلت لكم ان العلاقه بينكم ترجع. ده حد مشاعره ناحيتكم كلها فيها احساس بالرغبه في التغاضي عن المشاكل والخلافات. عارفين اللي هو كل البلوكج اللي كانت موجوده ما بينكم، او البلوكس اللي كانت موجوده ما بينكم قبل كده، مش عايزها تكون موجوده. تنسوا، تغفروا لبعض، تسامحوا بعض، ما تفكروش في الدرامز القديمه، كل الكلام ده. هو طيب هيتصرف ازاي؟ What's this person's next move towards cancer in the near future? What's this person's next move towards cancer in the near future, please? هو اعتقد ان الخلاف اللي بينكم ممكن يكون بيفقدوا الثقة شوية، او بيفقدها الثقة شوية، في انه يقدر يعني يعمل حاجة في التوقيت ده، على الاقل في التوقيت اللي احنا فيه. عارفين اللي هو جايز تكون ذكريات الموقف لسه موجودة في دماغه. عنده احساس مثلا انه انتوا ممكن ما تكونوش عايزين، او ان انتوا خلاص نسيتوهم، او ان انتوا واخدين منهم موقف، فده بيصعب بيصعب عليه فكرة ان هو يحاول يوجد حلول للخلاف من ناحيته هو بشكل مستقل، بدون ما يعتمد عليكم. على سبيل المثال انه يتصرف بشكل فردي، هو نفسه اللي ياخد المبادرة. لا، هو ممكن يكون نفسه ان الامور بينكم تتحل، بس اعتقد ان هو عنده مشكله في اتخاذ المبادره. انا قلت لكم الحكايه دي في اكتر من موقف واحنا بنتكلم عن البيزك انرجي. بس هنا كمان الموضوع ده ظاهر قوي، يعني اعتقد ان هو تاثره بالموقف نفسه اللي بينكم وبينه، زي ما يكون هو رؤيته ليه يبقى بيسيمستيك شويه، فيها شيء من التشاؤم. ما عندوش تفاؤل قوي ان هو يقدر يتعامل مع الموقف ده بشكل فردي. فزي ما يكون اسهل له ان هو يسيب الامور تتحل وقت ما تتحل، او لما الظروف تسمح، او لما يحصل كوانسيدنس او مصادفه، او طبعا لو انتوا كلمتوه. انما ما اعتقدش ان هو عنده الرغبه في ان هو ياخد الانيشيتيف يعني. آم، يا لانه زي ما قلت لكم، بالنسبه لمجموعه كبيره منكم، يعني الشخص ده ممكن يكون عنده احساس ان انتوا نفسكم مش عايزين تصالحوا معاه، او ان انتم محسسينه انه اللي حصل ما بينكم ده لا رجعة فيه. فبالتالي ده بيحبط عزيمته شوية، فاهمين قصدي؟ على ان هو آم، يحاول يوجد التسامح، او يحاول يصلح الموقف برغم ان هو عايز، بس مش قادر يعمل ده. او جايز انتوا على المستوى الشخصي فعلا مش قادرين تغفروا له، يا الا ما كانش هيبان في البدايه خالص في البيزك انرجي، انه زي ما قلت لكم ان هو حاسس ان هو عامل عمله، بس زي ما يكون مش عارف ازاي يخرج نفسه منها. العملة دي ممكن تختلف من شخص للتاني، ممكن تكون حاجة صغيرة، مش بالضرورة ان هي تكون حاجة كبيرة. على سبيل المثال ممكن يكون عارف ان هو اللي اثار المشاكل، بس اثار المشاكل بطريقة ميكيافيلي شوية، اللي هو لبسكوا في الحيطة بعد كده، وبطريقة باسيف اجريسيف كده حسسكوا ان انتوا الغلطانين، وحطوكوا في رحلة احساس بالذنب، والموضوع كبر، وهو اساسا في البداية ما كانش عايز ان ده يحصل. بس تصرفاته ممكن تكون وصلت الموقف للمرحلة اللي وصلت فيها. ده مثال، مش بالضرورة ان هو ده يكون السيناريو يعني. anyway، انا شايف برج العقرب، قوس، حمل، دلو، اسد. في عقرب كتير، حوت، سرطان، ثور، ميزان.
في حمل كتير برضو. جوزاء، قوس، وانا قلت سرطان وجدي. دي الابراج اللي انا شايفها، ممكن يكون اي برج تاني بس مني دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده. خلينا نشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة او اتنين من الشخص ده بس مش بالشرط يعني. ممكن تكون الرسائل دي من اي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا، حد عنده مشاعر تجاهكوا. يمكن من خلال وصف الموقف ومن خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكوا. الرسائل دي بتنطبق على العلاقات القائمة او المنفصلين او حتى العلاقات الجديدة. Please tell me amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Cancer during this period of time and onward, please? In regards to ongoing relationships, separated from relationships, or even new love, new relationships. الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما في حياتكم عايز يقول لكم فيها واو، كلها فاير فاير في فاير. هو انتوا يعني ما ينفعش تحلوها غير بفلوس؟ بس انت غريبة قوي بصراحة. بس يعني هي الانرجي بتحمل هذا المعنى ده. حد ممكن يكون شايف ان انتوا مش بتعرفوا تحلوها غير بالنسبة للبعض، غير لو اخدتوا مثلا فلوس مبلغ معين. جايز I don't know، جايز فعلا يكون كونتراكت او حاجة زي كده. بس ده حد بيقول لكم ان انتوا يعني متعرفوش تحلوها غير لما انا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. فاهمين؟ فيها احساس نبرة عتاب كده، اللي هو يعني انتوا ما ينفعش تحلوا الموضوع من ناحيتكم غير لما انا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. يعني برج الحمل بالثلث. الرسالة التانية سوري جاية لكم من شخص ما عايز يقول لكم فيها طيب انا مش عارف انساكم وعايز ارجع لكم بس مش عارف ازاي، وانتوا عاملين لي فيها مرشد. الرسائل بصراحة، الرسائل النهاردة برج السرطان غريبة جدا، بس بتحمل معاني كده قوية يعني. بس ده حد زي ما يكون بيتخيل ان انتوا واخدين موقف متحفظ قوي زيادة عن اللزوم، وهو خلاص ما بقاش قادر، ما بقاش عارف يعني يدخل لكم منين. فاهمين؟ الرسالة دي جايه لكم من برج الثور، برج الجدي، برج الجوزاء. الرسالة الثالثة جايه لكم من شخص ما عايز اقول لكم فيها هو انا طيب لو ما جيتش كلمتكوا او اعتذرت لكوا او عملت لكوا اللي انتوا عايزينه هتعملوا ايه بقى؟ مش هتسألوا عليا حتى لو انا اختفيت او بعدت او ما كلمتكوش شهرين؟ برضو مش هتسألوا وهتبعدوا بقى وتسيبوا العلاقة، ولا هتعملوا ايه بالظبط؟ الرسالة دي أنا عندي إحساس إنها فيها question mark، يعني فيها علامة استفهام عند الشخص ده. هو بيحاول يوصلها لكم إنه أنتوا حاطينه في موقف إن هو الحاجة الوحيدة اللي لازم يعملها إن هو اللي لازم هو اللي يجي لكم، هو اللي لازم يعتذر لكم، هو اللي لازم يتقارب معاكم بالشكل اللي أنتوا عايزينه، يا إلا أنتوا مش هتسألوا فيه. وبالنسبة للسينجلز ده حد ممكن يكون حاسس إن هو أوريدي حاول إن هو يتقارب معاكم في وقت من الأوقات. أوكي. بس ممكن يكون حاسس إن أنتوا مش في دماغكم قوي وعنده احساس ان هو لو ما قعدش المحاولة فانتوا كأنكم هتنسوه خلاص او هتشيلوه من دماغكم يعني. برج السرطان، برج القوس. خليني اشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي بيت او من انهي برج من الابراج الفلكية. Please tell me amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Cancer during this period of time and onward, please? بيت 11. اوكي. بيت 11 برضو طلع الجيمينايز للجوزاء امبارح، فمن الواضح انه عشان انتوا جنب الجوزاء على طول بعدهم على طول، انه الانرجي اللي واصله لكم واصله لهم هم كمان. آه وانتوا عندكم البيت ال11 هو برج الثور، وحاليا يورانوس موجود في برج الثور.
في البيت ال11 عندكم، فبيحدث تغيرات ممكن تكون تغيرات فجائية. بس يورينوس دلوقتي في حالة تراجع شوية، فأعتقد إن تأثير يورينوس عليكم ممكن يبقى حاجة عامل زي nostalgic moments كده، أو لحظات التجلي كده، عارفين؟ آه، اللي هو فجأة تيجي في دماغكم فكرة عبقرية جدا وتسخنوا عليها، وبعدين تروحوا هادين. ايا كانت بقى الفكرة بتاعت عبقرينو دي هي ايه، اختراع ذري، قصة عايزين تكتبوها، بيس اوف ارت عملتوها وبعدين كانت حلوة قوي، وبعدين انتوا غيرتوا رأيكم فيها وعملتوها، قررتوا تعملوها بشكل مختلف، حسيتوا ان انتوا بدل ما تكحلوها عملتوها. ده يورينوس في البيت في البيت ال11 ممكن يخليكم تقطعوا شوط كبيرة قوي بسرعة شديدة جدا فيما يتعلق بالأفكار والتكوين ومرحلة التكوين والتخليق اللي هي الكونسبت بيتقال عليها يعني، أو الكرييشن. وتقطعوا فيها شوط سريع جدا، أوكي، بسهولة شديدة، وهي هنا العبقرية. وبعدين مرحلة التنفيذ او المراحل السهلة اللي بعد كده تلاقوا نفسكم ايه اللي هو ابتديتوا تعيدوا التفكير او تعيدوا النظر، في حين ان انتوا اوريدي الفكرة كانت رائعة. فالجيفن ريسيف ده ممكن يكون متعلق بالكونفيدنس او بالثقة كمان في بعض الاوقات، ان انتوا في اوقات ممكن يكون عندكم الثقة ان انتوا لو عملتوا كده هتتسمع كويس قوي، بس في اوقات تانية ممكن تحسوا ان انتوا لا لازم تضاعفوا الفورس، فاهمين؟ القوة يعني. فما بين لحظات التردد اللي ممكن يكون بيوجدها يورينوس دي، وهو اساسا الحاكم الفعلي بتاع البيت الثامن عندكم اللي هو برج الدلو، وموجود فيه حاليا بلوتو. آم، وبلوتو بيتكلم عن الشراكات المالية، وفي الدلو ممكن يكون بيتكلم عن أسهم، تريدز، تداول. آم، فالموضوع بالنسبة للبعض ممكن يكون متعلق بحاجة زي كده مثلا، اوكي. ويمكن ده بيفسر وجود يورينوس عندكم في البيت ال11، ممكن يساعدكم على ان انتوا تكونوا اسرع فيما يتعلق مثلا باختيار الاسهم او العملات. وطبعا السبيد في موضوع التريدينج وكده ممكن تكون حاجة عامل مهم يعني. فالحظ في البيت ال11 ممكن كمان يخليكوا عارفين انتوا عايزين ايه في حياتكم الفترة اللي جاية، وتقدروا تخططوا ان انتوا توصلوا له بسهولة مع وجود يورينوس وبلوتو الاثنين. يعني هيدوا لكم سبورت قوية في خلال الفترة دي. فينوس كمان موجودة في حتة كويسة قوي بالنسبة لكم، برج السرطان موجودة في البيت العاشر، which is ان هو بيتكلم عن الحياة المهنية والكارير والمهنة. وفينوس هي الحاكم الفعلي لبرج الثور اللي هو فيه يورينوس، بيت ال11 يعني. فوجود فينوس في البيت العاشر ممكن تكون بتعني للبعض أهداف مستقبلية ممكن تكون متعلقة بمهنتكم، بطبيعة الكارير اللي انتوا عايزينه. بالنسبة للبعض ممكن تكونوا عايزين تطوروا فيه أو تعملوا بروجرس، بالنسبة للبعض الآخر ممكن تكونوا عايزين تعملوا شيفتنج كامل أو شيفت كارير، يعني تغيروا المهنة نفسها، تعملوا حاجة تانية انتوا حاسين ان انتوا هتبدعوا فيها أكتر. آه فوجود فينوس في الحمل ممكن يديلكوا بقى البوش دي، يعني الحمل بيدي بوش كده، بيسخن شوية لأنه فاير ساين. ومع وجود المريخ في الحوت ده هيساعدكم على ان انتوا تدرسوا المواضيع كويس قوي from a higher knowledge يعني. وفي نفس الوقت هيخليكم تتعلموا من يعني تطبقوا الاكسبيرينسز او الخبرات اللي انتوا اتعلمتوها قبل كده من المواقف الشبيهه اللي ممكن يكون كان فيها تراين ايرورز. لا، في خلال الفتره دي هتعرفوا تتفادوا الاخطاء بتاعت التجارب السابقه بشكل كويس. فالحاجه الوحيده اللي ناقصه في البيت ال11 عشان كل الحاجات الكويسه اللي انا قلتها دي تحصل، هو انه يورينوس يبتدي ياخد الفورورد موفمنت، لان هو حاليا في حاله تراجع، مش بس بالنسبه لكم، بالنسبه للابراج كلها. فالايفكت بتاعه تاثيره يعني بيبقى اقل كتير من لما بيبقى واخد الفورورد موفمنت كانرجي، كتاثير طاقه علينا يعني. بياخد مدار ابعد شويه، هو مش بيرجع بالعكس، مفيش بلانتس بترجع بالعكس، هما بيبقوا ماشيين دايما فورورد، دايما لقدام، ودايما في اوربت كده يعني دوره، والدورة دي ثابتة ما بتتغيرش. آم،
انما لما بيقول يورينوس متراجع يعني معناه ان هو اخد اوربت اوسع شويه، يعني بدل ما هو المدار بتاعه يبقى كده، لا هو بيروح جاي مثلا رايح كده باصص بصه يمين وراجع تاني للمدار، فاهمين؟ ففي البصه اليمين دي الزاويه بتفرق بقى، زاويه تاثير الانرجي على الارض المفروض ان هي بتتغير. آه، فده بيخلي التاثير بتاعها اقل لانها بتبقى ابعد كمان. انا عايز اعرف راي التارو ليه الحظ عندكم في البيت ال11. بالنسبه للبعض ممكن يكون الموضوع كمان متعلق باصدقاء، على سبيل المثال عايزين تعملوا شراكات ماليه مع حد من اصدقائكم في خلال الفتره دي، او مشروع عائلي بشكل ما، دي ممكن تكون فتره مناسبه. خاصة يمكن يعني لو بعد اسبوعين كمان ممكن يكون افضل، لانه حاليا كمان عطارد متراجع، فيستحسن ان انتوا تاجلوا اي نوع من انواع الكونتراكتس او الامضاءات على عقود وحاجات كده الفترة دي يستحسن. While the 11th house is the luckiest for Cancer. بالنسبة للبعض ممكن تكون الأهداف دي أهداف عاطفية، تحسنوا العلاقة ما بينكم وما بين شخص ما، أو العكس ممكن تعني إنه الوقت الحالي مناسب على سبيل المثال لبعض الاختيارات العاطفية أو لتصحيح المسار بالنسبة للبعض. yeah. بالظبط، هو يعني واضح ان انا اخر جمله قلتها تقريبا معرفش، يمكن كنت حاسس ان الولد ده اللي هيظهر، بس فعليا هو بيتكلم عن تصحيح بعض المواقف. اوكي، ممكن اذا كان عندكم فتره من الفترات كنتوا مترددين في اتخاذ بعض القرارات اللي انتوا حاسين كنتوا في البدايه ان هي لا ما ينفعش ان انا اقبلها مثلا، او دي مش مناسبه ليا، بس كنتوا مترددين شويه. آه فالتردد ده الى حد ما ممكن يعطل الانسان عن ان هو يوصل لاهدافه بسرعه. فانا عندي احساس ان المشكله دي انتوا هتعرفوا تتعاملوا معاها. اوكي. أم... هتقدروا في خلال الفتره دي ان انتوا تحددوا اهدافكم بشكل، اذا كنتوا هتتراجعوا عن بعض المواقف السابقه او هتكملوا في نفس المسار اللي انتوا عايزينه. معرفش، يمكن كمان بالنسبه للبعض ممكن تكونوا رافضين ان حد يلعب في دماغكم اليومين دول. برضو it's possible. يعني ايا كانت كلمة او جملة يلعب في دماغه دي تعني بالنسبة للبعض، لان ممكن انها تحمل معاني كتير او مواضيع مختلفة كتير. بس في النهاية فعليا اللي انا حاسه انه اذا كان في تردد في بعض الاوقات، يا ترى الاتجاه اللي انا هروحه ده هو الصح ولا لا، فيما يتعلق ببعض المواضيع الخاصة بيكم في وقت من الأوقات، لا في خلال الفترة دي هتقدروا تحددوا أهدافكم كويس وتروحوا يعني straight forward للهدف ده. فبتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في comment section. إذا حابين قراءة خاصة فالإيميل بتاعي في description box. إذا أول مرة تشوف القراءة لو عجبتك بليز لايك شير and سبسكرايب عشان نوصل الشانل لأكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. إذا حابين في أكتر من 3500 فيديو more than welcome تتفرجوا عليهم. It's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زايمن تارو channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.